معنا وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. وليد، تعادل ايجابي، تعادل مهم للغايه امام منتخب قوي جدا. قوي جدا، يمكن احسن فرقه اما في الجروب اما في كاس العالم. عندهم لاعبين اللي كبارين نساوما بالحق. باني الماتش كان يكيليبري، خلينا لهم الكره، ما تشي هادشي اللي كنا بغينا بالحق. وهما اللي هزوها. عندهم واحد اللاعب بحال مودريتش، كوفاسيتش ولا بروزوفيتش، مولفين بالحق. الدراري اللي لعبوا اليوم تقاتلوا، هادشي اللي كان كيهمنا. تكتيكمون كنا واقفين، باني ما خليناهمش يتيقوا. هادشي اللي كان كيهمني. قلت للدراري الكاس العالم باش تاهل كان 3 ماتش، ما كانش خصنا حنا نخرجوا باش نديروا اون ايرور اللي غتخلينا نموتوا بحال لا ديرنيير كوب دو موند. لا ديرنيير كوب دو موند بدينا بخساره، ما خلاناش نحلموا. حنا باقي بالروح، سي بيان، راني فرحان. شكرا لك ابو جاسم. مع يوسف النصيري لاعب المنتخب المغربي. يوسف، مرحبا بك، شكرا جزيلا على الحضور معنا. كيف تقيم هذا التعادل امام كرواتيا التي وصلت الى نهائي 2018؟ بالنسبه لي انايا كان ماتش صعيب. المهم من هذا الماتش هذا هو ما ناخذوش الهدف. ما خديناش الهدف وما كتبش لينا اننا نماركيو. كنشكر اللعابه على الخدمه اللي قدموا، وكنشكر الجماهير على المسانده اللي ساندونا حتى لاخر دقيقه، وكنتمناو اننا نهديو لهم في الماتشات الجايه الرباح ان شاء الله. ماذا كان ينقص المنتخب المغربي في مباراه اليوم؟ صراحه الخدمه اللي خدمنا عليها كانت مزيانه. ما وصلوش للبوطو بزاف. بعض المرات كنعكلوا في شي كره باش كيوصلوا. حتى حنا ضيعنا بيوتا. كنا تقريبا بحال. المهم من هذا الشيء هذا هو ما خديناش الهدف، وان شاء الله من الماتشات اللي جايين ناديو الفوز ان شاء الله. هل تعتقد يوسف بان المنتخب المغربي قادر على الذهاب بعيدا في هذه البطوله؟ كيف ما كنشوف انايا عندنا منتخب اللي قادر يوصل للنهائيات في هذا كاس العالم ان شاء الله، وغنديروا كل من جهدنا باش نوصلوا هذا المنتخب فين كنشوفوا حنايا، ونهديو هذا الشيء هذا كامل للشعب ديالنا ان شاء الله. الله يوفقك يوسف، شكرا. شكرا لك ابو جاسم. مع مدافع المنتخب المغربي نايف اكرد. نايف، مرحبا بك، شكرا جزيلا. كيف تشعر الان بعد هذا التعادل امام المنتخب الكرواتي؟ الحمد لله، ما نكونوش فرحانين بالتعادل، ولكن كيبقى وصيف البطل. النقطة كتبقى إيجابية. عرفنا باللي عندهم الأسلحة ديالهم، حتى حنايا جاوبناهم، وما كانش عندنا استحواذ كبير للكرة، ولكن في هذه المقابلات خصنا نكونوا واعيين باللي كتلعب في لي ديتاي، في جزئيات صغار. الحمد لله نقطة إيجابية كما قلت لك، وباقي عندنا ماتش ديال بلجيكا وهاد كندا، دونك كناخذوا الماكسيموم دي بوان ونقلبوا على الرباح إن شاء الله. هل لديكم الإحساس داخل غرفة الملابس أن المنتخب المغربي قادر على تجاوز هذا الدور؟ قبل من الماتش ملي كنشوف اللعابه اللي عندنا حتى حنايا سوغ بابي تيلعبوا في فرق كبار، دونك علاش لا ان شاء الله غنديروا جهدنا. شفنا الاجواء ديال الجماهير المغربيه اللي حنا عارفين غيدعمونا، اللي هنايا ولا اللي في المغرب ولا في جميع انحاء العالم. ان شاء الله يكون خير، وحنا اللي علينا نعطيو جهدنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. معنا عبد الصمد الزلزولي لاعب المنتخب المغربي. عبد الصمد, muy buenas, muchísimas gracias por atendernos. Un día especial para ti. Bueno, me voy contento por mi debut en el Mundial, y bueno, por el empate también, que es un punto. Bueno, de sensaciones porque vengo de ما قمنا به كلنا ما قمنا به. ¿Cómo valoráis este empate? كيف ما هي ردة فعل هذا التعادل بمواجهة